هو انا هنا ليه؟ يعني انت مش عارف انت هنا ليه؟ يعني مش انت اللي كاتب الكلام ده؟ هو في ايه؟ انت عارف ان بكلامك ده خليت كام واحد يبطل يلعب كارديو؟ طب اعمل ايه يعني وانا جايب الكلام ده من عندي؟ ما الكلام ده موجود في الابحاث يعني. حتى بص على الورقه دي كده، خليك هنا راجع لك تاني. هو الكلام ده بجد؟ اول مره اتقال فيها الكلام ده كان سنه 1980. ساعتها انتشر دراسات كتير لقت ان تمارين التحمل او تمارين الكارديو بشكل عام لما تندمج مع تمارين المقاومه او تمارين الحديد ممكن تاثر على بناء العضلات. وبالتالي من الافضل ان انت لو عايز تبني عضلات بس ان انت تلعب حديد، ما تدخلش معاه تمارين كارديو. وفي دراسات جت بعد كده تاكد نفس الكلام، زي الدراسه اللي اتعملت سنه 2012 لقت ان فعلا ان انت تدخل تمارين الكارديو مع تمارين الحديد ممكن ياثر على بناء العضلات. وزي اي حاجه في الدنيا برضو في دراسات كانت موجوده وما لقتش نفس النتائج دي. طيب ايه علاقه الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي باللي موجود في الورقه دي؟ اللي موجود في الورقه دي باختصار ان تمارين الكارديو او تمارين التحمل بشكل عام بتغير في بعض مسارات الاشارات اللي موجوده داخل الخلايا. الاشارات دي ممكن تاثر على تخليق البروتين العضلي بشكل سلبي وبالتالي تاثر على بناء العضلات. لكن في الحقيقه الدراسات اللي كانت بتثبت وجهه النظر دي ما كانتش على البني ادمين او كانت على القوارض او الحيوانات بشكل عام. اما الدراسات اللي كانت على بني ادمين وكانت بتفسر نفس التفسير ده كانت دراسات محدوده، وبرده كان في خلاف عليها. يعني برده كان في دراسات تتفق وبرده دراسات بتختلف مع نفس الكلام ده. وحتى الدراسات اللي احنا قلنا عليها ان لقت تاثير سلبي للكارديو لما يندمج مع تمارين المقاومه او تمارين الحديد بشكل عام ما كانتش بتلجأ للتفسير ده عشان تفسر النتائج بتاعتها، بس كانت بتشوف نقط تانية ممكن تلجأ إليها، زي مثلا تكرار الكارديو في الأسبوع، مدة جلسات الكارديو في الأسبوع، وحتى نوع الكارديو اللي أنت بتلعبه. لكن النقطة دي كانت وبتظل لحد دلوقتي خلاف ان هي ممكن تكون المؤثر على بناء العضلات. عشان كده ما ينفعش ان احنا نبني الملخص بتاعنا او معتقداتنا على نقطة واحدة، لان دايما زي ما في دراسة بتتفق مع الكلام ده في دراسة بتختلف مع الكلام ده، وخصوصا لو دراسات اغلبيتها ما كانتش على بني ادمين. لكن بالنسبة للدراسات الحديثة ولما جت تدور في الموضوع ده كان في فعلا عامل مؤثر ممكن يخلي تداخل الكارديو مع تمارين الحديد او تمارين المقاومة يأثر على بناء العضلات، والعامل ده هو خبرة الشخص. زي مثلا دراسة 2016 اللي لقت ان كل ما خبرة الشخص بتزداد كل ما زاد التأثير السلبي لتداخل الكارديو مع تمارين الحديد. عشان تيجي دراسة سنة 2021 وتأكد نفس الكلام وتقول ان خبرة الشخص من اكتر العوامل اللي ممكن تأثر على بناء العضلات من تداخل الكارديو على تمارين الحديد، وان كل ما الشخص خبرته زادت في التمرين كل ما ظهر التأثير السلبي ده. وده بسبب ان خبرة الشخص كل ما بتزداد كل ما بيكون بتكيف اكتر مع تمارين الحديد او تمارين المقاومة، عكس الشخص اللي لسه بيبدأ تمرين. لحد ما وصلنا سنة 2022 واللي ظهر فيها احدث الدراسات اللي بتتكلم عن الموضوع ده، واللي لقت ان تداخل الكارديو مع بناء العضلات يكاد يكون مش موجود قوي حتى مع خبرة الشخص العالية. وبالتالي انت بتبتدي تلاحظ ان كل ما السنين تتقدم وكل ما الدراسات الحديثة تظهر الفكرة نفسها او التخويف منها بيقل، وبتبتدي الناس تاخد فكرة اكتر واقعية عن برامج الحديد اللي بيبقى موصوف فيها تمارين كارديو. طيب ايه الملخص بتاع كل الكلام ده؟ بص، موضوع الفيديو مش ان احنا نيجي نتكلم عن فوائد الكارديو لان هي معروفة بشكل كبير، لكن الملخص بتاعها بشكل عام ان هي هتقيك من بعض الامراض اللي ممكن تحصل. لكن بالنسبة للناس اللي لسه بتفكر ان بناء العضلات ممكن يتأثر بتداخل الكارديو على تمارين الحديد، في كذا نقطة احنا ممكن نعملها نقلل من الفكرة دي اللي هي اصلا يكاد تكون مش موجودة الى حد كبير. خليك دايما عارف ان اي حاجة هتأثر على تمارين الحديد بتاعك فهو بيتداخل مع بناء العضلات، ايا كان اي حاجه في الدنيا، سواء الكارديو بتاعك، سواء نومك مثلا لو انت مش نايم كويس، سواء ان انت ما بتتمرنش بشده كافيه، سواء انت بقى نفسك انت اللي بتاثر على بناء العضلات. ففي مليون حاجه انا من وجهه نظري ممكن تاثر على بناء العضلات. لكن لو هتيجي تتكلم عن الكارديو فيفضل ان انت تلعبه بعد تمارين الحديد او بعد تمارين المقاومه مش قبله، وده عشان تضمن افضل اداء في تمارين الحديد. تاني حاجه هي نوع الكارديو نفسه. في نوع كارديو اسمه هيت، او باختصار معناه ان انت مثلا لو بتلعب ربع ساعه على العجله فانت هتجيب اقصى قدره ليك على اللف بالعجله او ايا كان مثلا لمده 20 ثانيه او 30 ثانيه. بعد كده تروح مهدي شويه الايفورت او الاداء بتاعك مثلا لمده دقيقه، وترجع تكرر نفس الدايره دي مثلا لحد ما تخلص جلسه الكارديو ايا كان مثلا ربع ساعه. والفكره من النوع ده انه متعب ومرهق بشكل كبير، والفكره كمان ان التعب ده بيتراكم خلال ايام، بمعنى ان انت ممكن جلسه الحديد بتاعت بكره تتاثر بجلسه الكارديو بتاعت النهارده لو انت لعبتها بالطريقه دي.
وبالتالي النوع ده من الكارديو يفضل ان انت مش اكتر من مرتين في الاسبوع، وتلعبه في ايام تحاول الى حد ما يكونش فيه بكره تمرين حديد عشان ما تاثرش على جلسه التمرين بتاعه بكره. ثالث حاجه وهي خبره الشخص في التدريب. انا عارف ان سنه 2022 الدراسه اللي احنا لسه قايلينها قالت ان حتى خبره الشخص ممكن تكون ما بتفرقش قوي في الموضوع ده، لكن الدراسه كانت مصنفه خبره الشخص على انه ان تريند واكتف. ان تريند يعني واحد ما بيتمرنش اصلا، واكتف يعني واحد نشط. طب احنا هنبص النشط دي على اي اساس؟ ما ممكن نشط دي واحد بيتمرن بقاله سنتين، طب 3، طب 5، طب 10، طب حتى 20 سنه. ففكره خبره الشخص ممكن تكون لسه محل كلام شويه. عشان كده انا افضل ان احنا نلجا لدراسه 2021 اللي قالت ان كل ما خبره الشخص تزداد كل ما فكره التاثير السلبي من تداخل الكارديو مع بناء العضلات ممكن تزيد شويه. على اي حال الدراسه بتاعت 2021 برضو ما منعتش الكارديو، بس قالت يفضل ان انت لو شخص متقدم في التمرين تحاول ان انت تعمل السبليت او التقسيمه اللي احنا كلنا بنسمع عنها، ان مثلا تخلي الكارديو الصبح والحديد بالليل او العكس، او تخلي مثلا ما بينه 4 أو 5 ساعات. يعني تحاول ان انت ما تخليهمش في جلسه واحده. بس على اي حال الكلام اللي احنا بنقوله ده يزال الى حد ما برضو ممكن يكون محل كلام، عشان كده احنا بنحاول نبذل اقصى ما في وسعنا عشان نوصل لافضل نتائج. واخر واهم حاجه ما تفكرش في الكارديو ان الاداه الجباره اللي هتخليك تخسر دهون، لان انت لما تيجي تسمع الارقام هتلاقيها محبطه بشكل كبير. 3 ساعات كارديو على مثلا مشايه بسرعه متوسطه ممكن يخلوك تخسر 1000 كالوري. 3 ساعات ب 1000 كالوري، ده طبعا برضه على حسب الشده بتاعه الكارديو والوزن بتاعك وكل الكلام ده، لكن مثلا خلينا نقول ده في المتوسط. انت متخيل 1000 كالوري دول انت ممكن تاكلهم، مش هقول لك في وجبه، انت ممكن تاكلهم في سناكس مثلا او في نص وجبه حتى. فالموضوع ممكن يكون واخد زياده عن حقه، وفي نفس الوقت الناس بتفكر فيه بشكل غلط. وبالتالي التفكير الصح في الكارديو ان هو مكمل لعجز السعرات بتاعته، وبالتالي خلي العامل الرئيسي لخساره الدهون هو عجز السعرات، والكارديو المكمل لعجز السعرات ده. وبس دي كانت كل حاجه عن الفيديو والكارديو وبناء العضلات وكل حاجه في الدنيا. ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.